المهم السلام الاخوان، بغيت نهضر في واحد الموضوع. يبان لي تاع هذا الفقيه هذا، يبان لي شي دراري والله العظيم اخوتي الا كديروا الدل شي بنات كيطلعوا مع الفقيه كيقولوا له بغينا شي واحد بالمواصفات، يكون انجينيور، يكون خدام في البنكه، يكون على برا، يكون مدير شركه في هولندا الالمان اكسيتيرا. وكاين واحد خدام في النعناع ولا خدام في قهوه ولا ما نعرفاش، كيدير على راسو التبهدل. هنا خصك تفهم يا صديقي، راه غادي دير على راسك التبهدايل، والفيديو ديالك غادي يبقى يتبارطاجا منه ومن لهيه، الناس غادي يبقاو يضحكوا عليك والناس غادي يبقاو يتشفاو فيك. هاد الفكره راه خصك ديها من عندي، راه خاص تعطي راسك شويه القيمه صاحبي، فهمت؟ هادوك البنات ما يصلحوش للزواج، راه غير باش نقولها لك، دوك البنات اللي يطلعوا مع الفقيه ما يصلحوش للزواج. كاع الا تزوجت وكذا وكذا، الفيديو ديالها غادي يبقى في لي سوشيال ميديا يتبارطاجا منا ومنايا في انستغرام فيسبوك الى غير ذلك. لذلك الواحد يدير انتردي واحد شويه. انا وحده بغات، وحده عجبتني كاع، انا خويا بغيتو بيلوت، تقول لك انا بغيتو بيلوت وانا نجي نطلع، وانا نكون مثلا نفترض انا خدام في النعناع، عارف راسي غادي ندير بالديبار رشوها لراسي. لذلك الواحد خدم هذا واحد شويه، وكان سبحان الله اللي يبغي يطلع معاه غير يبغي يتشهر، هادشي اللي كاين. وتحياتي.